كيظهر لي ولا انا سعيد انني شاركت في هذه الندوه هذه. ويمكن قبل ما نشارك قبل ما تبدا كاع الندوه كانت رساله واضحه انه هذا اللقاء هذا على هذا الموضوع هذا منظم في نادي الصحه. هذه في حد ذاتها راه عندها معنى كبير بزاف. الدلاله لمن شاء ان يفهم معنى الدلالات. وكيظهر لي بالنسبه للمداخلات اللي كانوا في الاول متفقين كاملين على ان هذا القرار اللي كيتسمى ريزوليسيون هذا في حد ذاته هو سي اون بوزيسيون بوليتيك، هو موقف سياسي اكثر منه قرار. لانه يعني حتى بالتعريف ديال البرلمان الأوروبي تيسمى اون ريزوليسيون نورماتيف، ما عندها حتى شي طابع الزامي. بالطبيعه هذا القرار غير ملزمه، هي موقف سياسي اكثر منه اي حاجه اخرى، وعندها سياقات وعندها ابعاد كيف ما ذكروا السي عزوز والاستاذه حنان قبل مني. تيبقى شنو اللي كيخلي ان هذا القرار هذا ما عندوش هذه الطبيعه الالزاميه؟ اولا من حيث المؤسسه اللي هي صدر عليها القرار، البرلمان الاوروبي. سبقني هذه الملاحظه الاستاذ عزوز ان البرلمان الاوروبي وان كان سميتو البرلمان ماشي جهه مشرعه نهائيا اللي هو عنده الحق في التشريع، لان الثالوث المقدس اوروبيا هو لا كوميسيون اوروبيان، اللجنه او المفوضيه، وعندنا مجلس اوروبا وعندنا البرلمان الاوروبي. مجلس اوروبا والبرلمان الاوروبي هذو بجوج ما عندهمش نهائيا صلاحيه التشريع، صلاحيه التشريع معطيه للمفوضيه بوحدها، و85% من التشريعات على المستوى الاوروبي كتجي منها مبادره التشريع، لينيسياسيون ديال التشريع. كيبقى البرلمان الاوروبي والمجلس الاوروبي عندهم في حالات معينه قراءه اولى، قراءه ثانيه، قراءه ثالثه على حد اقصى بيناتهم باش يتوافقوا على صيغه من السياق. هذا على مستوى التشريع هو الاليه اللي كيشتغل بها الاتحاد الاوروبي. اما من حيث القرارات من هذه الصيغه هذه ولا هذه المواقف السياسيه هي غير مؤثره من الناحيه العمليه، والمخرجات ديالها غير خاضعه لمبدا التفعيل. كيبقى عندها واحد الحساسيه، كيبقى عندها واحد الخطوره اللي كيخصنا نردوا لها. لان البرلمان الاوروبي وان كان القرار ديالو ماشي ملزم، عنده قرارات اخرى ملزمه. التصويت مثلا المغرب اليوم عنده وضع متقدم مع الاتحاد الاوروبي، كيف ما قالت الاستاذه حنان هذا الوضع المتقدم هي اتفاقيات عندها علاقه بشراكات استراتيجيه كتعلق بالصيد البحري، مجالات اقتصاديه اجتماعيه ثقافيه الى اخره. تما في البرلمان الاوروبي التصويت ديالو كيكون مهم فيما يخص الدعم من واحد الدول اللي عندها الوضع المتقدم، فيما يخص المجالات اللي ممكن الاشتغال. هنا خصنا نردوا البال، لان هذه لا ريزوليسيون هذه بحال بدايه ديال واحد المسار حنا غاديين فيه مع هاد الناس. بغاو يديروه علاش؟ الطريقه ديال اتخاذ القرار، اي قرار كيتخاذ، اي ريزوليسيون كتخرج على مؤسسه المفترض انها كتنبني على نقاش داخلي، كنشوفوا الاطراف المعنيه كنناقشوا باش كنوصلوا لنتيجه. هما جابوا لا ريزوليسيون وبداو فيما يسمى بالترافع، الصرف الترافع العددي الحزبي. العدد ديال البرلمان الاوروبي ديال البرلمانيات والبرلمانيه هو 705 من بعد ما خرجت مونغوليا. هاد 705 اكثر من النص ديالهم ما حضروش لهذيك الجلسه. كاين اللي فسرها ان مقاطعه على باز ديال بلوز دو لا مواتي، قاطعوا هذيك الجلسه. اللي بقى قل من النص وعدد منه صوتوا ضد القرار، منهم الحزب الاشتراكي الاسباني اللي صوت ضد القرار. فمن ظاهر المعطيات كيبان ان هذا ما هوش عنده بعد حقوقي، وما مبنيش على واحد التفكير، ما مبنيش على موقف حقوقي صافي. هذا موقف سياسي خضع لمبدا التصويت، مبدا التحالفات. علاش؟ باش يعطينا هذه الاليه اللي غادي التصور ديالهم غادي يضغطوا بها على المملكه المغربيه بقوه الزربه. وخصهم يوصلوا دغيا، لان سايتي هذا الشيء هذا بداو حزب من فرنسا هو اللي حط هذا الحزب ديال ماكرون، هو اللي بدا هذا لا ريزوليسيون، بدا كيدفع في اتجاه بطبيعه الحال حدث عن السياق، وقالها طهر بالجنون في المقال ديالو منشور في 360. بحال فرنسا وماكرون يريدون ان يعاقبوا المغرب على النجاح ديالو. طهر بالجنون تيظهر لي ماشي غير معاصر، عارف كيعيش هنا وهي وفاهم، ومن غير انه كاتب والو سي بوليتيك تبارك الله تيعرف شتي مخالط وعارف. فهاد التسويق ديال هذا القرار على ان المغرب فيه خرق لحريه الصحافه والممارسه الاعلاميه بشكل حر كانه ممنهج. كان اخطاء كتكون، مش زعما حنا راجعين هنا، الاخطاء كتوقع، وفينا هي هاد البلاد اللي ما كتوقعش فيها الاخطاء. غير لما تيوقع الخطا واش كيتم التعامل معه بشكل مؤسسي والهيئات اللي هي معنيه كتقوم باللازم او لا؟ كاين. فغادي نجيبوا قرار من هذه الصيغه باش غنصوروا على ان المغرب كيخرق حقوق الانسان، كيخرق حقوق الصحفيين بشكل ممنهج. الهدف منه شنو هو؟ هو ان نبينوا ان المغرب بلد ما فيش حقوق الانسان، والصحفيين فيه كيعانيوا، خاصه الصحفيين اللي هما عندهم اراء حاده اما ضد النظام او ضد سياسه النظام.
مزيان. شحال من الاراء الحاده اللي كاينه كنقراوها الى اليوم في منابر متعدده في التقارير الحقوقيه، ما تيظهرش كاين شي واحد في الحبس اليوم. هذا واحد منهم زعما انا الناس هاي بطيب شويه كنت كناكل عصا قدام البرلمان كيطاكي عليا شويه شويه قلت انا كنت العصا، ولكن انا كنهضر ومازال كنهضر الى اليوم. مع الوقت تعلمت، فهمت شنو هي السياقات، فهمت البلاد، فهمت مؤسساتها. هذه بلادي، هذا هو اللي ما فاهمينوش. علاش؟ لان بالطريقه باش خرج هذاك القرار كاين شنو علينا الوصايه الحقوقيه. انتم المغاربه ما كتعرفوش تدافعوا على حقوقكم، ولا انتم راكم شويه داكشي. حنا اوروبيين قادرين اننا اليوم نجيو نصلحوا الوضعيه ديال حقوق الانسان في المغرب. واخا سيدي كيفاش اجتمعنا وصوتنا مزيان. البرلمان الاوروبي عنده مع البرلمان المغربي اليوم دي كوميسيون ديفالواسيون، واحد اللجان كيجتمعوا ما بين البرلمان المغربي والبرلمان الاوروبي كيديروا التتبع ديال القضايا اللي هي لي تيماتيك دو كوبيراسيون ديال التعاون بيناتهم. حتى شي واحد ما مشى ليها وقال لهم البرلمان المغربي عطونا تقرير على هذا الوضع الحقوقي عندكم في المغرب. كاينش الاليه كاينه حتى واحد ما مشى ليها. البرلمان الاوروبي بحكم الوضع المتقدم المغرب معاه بامكانه يطلب انجاز تقارير، بامكانه يطلب ايفاد لجنه للمغرب باش تحقق او تدقق في واحد العدد القضايا بحكم الوضع المتقدم عندنا. ما عندوش الوصايه على السياسه المغرب، ولكن بامكانه من خلال الاليه انه يوصل انه يفتح تحقيق. ولعل الاقل كيف ما كنقول انا كنشتغل مع المجلس الاوروبي على مشاريعنا في المغرب، وكنعرف المنهجيه ديال المجلس الاوروبي مزيان. اي مشروع كيمشي كيكون فيه دي زانديكاتور تتبع عرض رصد المعطيات كيخصها تكون بواحد المنهج باش هذاك لو رابور يكون سليم ومقبول انه يتعرض داخل مؤسسات المجلس الاوروبي. كنجيو حنا للبرلمان الاوروبي ما كنعتمدوش حتى المعايير اللي متعارف عليها دوليا. كنجيو لواحد جوج القضايا ما درنا فيهم تتبع، ما درنا فيهم رصد، ما درسنا فيهم وثائق، ما اطلعنا فيهم على تقارير نهائيا. جينا وخدينا ان سوز اونتوندو او تقرير سابق مبني على حتى شي معطى داخلي ما استمعوا فيهم لا الاطراف، لا الاطراف المشتكيه لا الاطراف المشتكى بها، ما كانت حتى شي حاجه. وجبنا واحد القرار وقلنا هذا القرار هذا كيتعلق بالوضعيه ديال حريات الصحافه في المغرب، بحال ديال محمد المطر ذاك اللي شد مراته وطارت ثلاث العصا وجرى على ولده من الدار وسد على بنته بالبيت، بقى كيغوت على الجيران قال لهم كلشي قطع الحس. راه اللي كنكتب مقال على حريه التعبير. هكا داروا لنا الناس. ما كاين مشكل، حنا ماشي في الوضع ديال اننا ندافعوا على بلادنا، لان من الناحيه المؤسسيه انا كيظهر لنا المغرب اليوم ما عندوش لا شي غمض عينيه، بالعكس خصو يحل عينيه ويحل عينيه مزيان ويخرجهم في مواجهه بحال هذا الاستهداف. اولا المغرب مصادق على الاليات التعاقديه الدوليه للدفاع عن حقوق الانسان على مستوى الامم المتحده، مصادق على الاليات الاتفاقيه التعاقديه للدفاع عن حقوق الانسان على المستوى الاقليمي، المنظمه العربيه لحمايه حقوق الانسان وغيرها وغيرها، وخلق اليات وطنيه لحمايه حقوق الانسان، منها المجلس الوطني لحقوق الانسان، اللجنه الجهويه لحقوق الانسان. وعندنا جمعيات حقوقيه كتشتغل ماشي كلها على اتفاق مع ما يصدر عن الدوله او عن الحكومه، انا راه كنميز دابا ما بيناتهم وما متفقاش حتى بيناتها في التقارير. وعندنا استعراض دوري شامل وعندنا استعراض نصف دوري شامل كيشارك فيه المغرب في مجلس حقوق الانسان في جنيف بشكل دوري كاتب، وفي اللجان في الاشغال الاعداديه ديالو كتحضر الجمعيات الحقوقيه المغربيه وكتقدم تقارير موازيه على التقارير اللي كتعطيها المندوبيه الوزاريه ووزاره العدل. كيقول له اش كتقول الدوله عطيونا انتم اش عندكم. وكيمشيو هاد الحقوقيين اللي هما اليوم ساكتين، كاين منهم اللي الحمد لله راهم تيوقفوا تيتكلموا بما هو كائن، ماشي بالمغرب ديال 2816 بالمغرب ديال اليوم، وكيمشيو كيحضروا لهاد الاشغال التحضيريه. دار المغرب ملتزم بواحد العدد الامور اكثر من هذا الشيء غير في الجويه اللي داز. المملكه المغربيه مصدقه على العهد الدولي الحقوق المدنيه والسياسيه، هذه ماشي معروفه، ولكن البروتوكول الاختياري الاول ديالها اللي تيمنح هذه كل غير الشيء اللي يكون غضوا ليه البال في البرلمان الاوروبي، والله الا كانوا يحشموا بالفرنسي وبالاسبانيونيه وبالطليانيه وبكل شيء. لانه ملي كتجي دوله كتعطي الصلاحيه للمواطنات المواطنين ديالها انهم يلجؤوا للقضاء الدولي سواء استنفذوا المساطر الوطنيه او لا، في حاله اعتبروا ان الحقوق ديالهم تخلقات، وهذا البروتوكول الاختياري الاول وراه دخل حيز كبير في الجويه اللي داز. غير هذه بوحدها تيظهر لي واحد على الاقل كدير واحد البنش مارك غير شمال افريقيا ما تلقى حتى شي حاجه من هذا الشيء. هو المغرب محصن نفسه من هذه القضيه. حتى بالنسبه للاتحاد الاوروبي والمقاربات ديالو المتعدده، انا فين تنقول خصنا نردوا البال شي شويه. بطبيعه الحال هذا غير ملزم، ولكن سياسيا حنا عاود ما نكونوش في موقع رد الفعل. 2009 و 2010 كانت محاوله من البرلمان الاوروبي باش يوسعوا العمل ديال مينونسو لمراقبه حقوق الانسان في الاقاليم الجنوبيه في الصحراء.
اي سا سي دونجور. علاش؟ لانه سيسوا هذه الوضعيه هذه اليوم جابوا لنا هذه غدا ما عرفناش غادي يديروا. اذا فين هما هاد لي جروب بارلمونتير، مجموعه الصداقه اللي عندنا، مجموعه الصداقه البرلمانيه المغربيه الفرنسيه المغربيه الطليانيه المغربيه البلجيكيه، راه باقي الى الان ما تنتخب اوكان جروب. كاين واحد جروب ديال مجموعه بسيط ما بين البرلمان المغربي والبرلمان الاوروبي، ولكن لي جروب بارلمونتير الصداقه اللي كيخصهم يديروا كيف ما قالت استاذ حنان هاد لا دبلوماسي بارلمونتير باراليل، راه خصها تتحرك شي شويه باش ما يديناش الوقت. كاين عجبتني واحد القضيه قالها ميشيل اونفري. ميشيل اونفري هذا فيلسوف معاصر، دخلوا دابا اليوتيوب غتلقاو غير البارح مثلا كان تيهضر على ماكرون وعلى هذا النظام ديال التقاعد ديال فرنسا والمشاكل. قال واحد القضيه اللي بالنسبه لي وجيهه بزاف تري بيرتينون. قال لوروب ترى هو هذا فيلسوف فرنسي عايش تما، عايش في فرنسا، تيهضر على المشاكل الداخليه اللي كاينه في فرنسا، على عدم شرعيه ماكرون والحكومه ديال ماكرون، عدم اهليتها لانها تمارس الحكم لان ما عندهاش الاغلبيه، ولا البوكليي اللي كيحاول ماكرون الناس اللي معاه يحافظوا على المواقع ديالهم باش يصرفوا امور اللي ضد الاراده الشعبيه في فرنسا. افكتيفمون هي لا كوميونيتي اوروبيين، هي الاليات الاوروبيه المشتركه. وسماها بواحد الطريقه غريبه، قال لهم لو بلون مارشال النهار الاول فاش بدا باش نخلقوا هذا الاتحاد الاوروبي، كان كيعتبر الاتحاد الاوروبي اليه سياسيه، اون اوبسيون بوليتيك اللي كان ممكن منها تكون ارضيه ديال استقرار وتوازن سواء داخل المجتمع الاوروبي او داخل التكتلات الاقليميه الاخرى. اليوم انا كنشوف باللي سي ديفونو ان كلوب ايكونوميك اي فينونسيير، اليوم ولا نادي اقتصادي مالي كيفعلوا فيه المصائب. بدليل قال لهم اليوم، بدليل ماكرون والحكومه ديالو ما عندهمش الاغلبيه. لو ان هاد لا ريفورم اللي بغاو يديروها على التقاعد، نظام التقاعد في فرنسا، كانوا بغاو بصح يمشيو فيها بشكل ديمقراطي يعرضوها كما دار شارل دوغول الاستفتاء، ولكن هما خايفين من الاراده الشعبيه. اذا الاحزاب خايفه من الاراده الشعبيه لبلادها، احزاب ما محققاش ادنى توازن سواء سياسي او اجتماعي بلادها، ما يمكنش تجي تمارس الوصايه على بلد مستقر، بلد كتوقف عليه. حنا كنعتبروا انه هو البلد الوحيد اللي كتنظم فيه انتخابات بشكل دولي، انه هو البلد الوحيد اللي كيحارب اليوم الجماعات الارهابيه والجماعات المسلحه على الشريط ديال الساحل، جماعات ديال التهريب، جماعات ديال التجاره بالبشر وتهريب المخدرات وتهريب السلاح، اللي هو كيحافظ على الاستقرار والتوازن ديال اليورو، اللي هو ان فيلي اسونسيال من خلال الادوار اللي كيلعبها اليوم في افريقيا كعمق افريقي لاوروبا وكامتداد اوروبي لافريقيا. هذا دور حقيقي، هذا ماشي مسميات، هذا دور حقيقي كيلعبوا المغرب اليوم. سا ديرونج هذا طالب الجلول قال اليوم حنا نقدروا نكونوا كنتعاقبوا لهذا السبب. كاين واحد المساله اخرى اللي كتبين هذا السكيزوفريني ديال هاد الناس، هاد الازدواجيه في التعاطي مع الامور. في الفتره اللي صدر فيها القرار ديال البرلمان الاوروبي تم حل العصبه الجزائريه لحقوق الانسان. الحل ديالها ما كانش حقوق الانسان كاع برك ما راناش في حقوق الانسان في الجزائر، سالينا هذا الموضوع حتى واحد ما هضر. في نفس الفتره في ميناء وهران المساعدات اللي يعطيها لا كوميونيتي اوروبيه، المجتمع الاوروبي لي سيكستري ديال تيندوف، راها واقفه في البورد وهران وما تحركاتش. علاش؟ بحيث ملي كتجي المساعدات من عند البرلمان الاوروبي كيخص يكون عندها واحد الكاية شارج وكيخصها تمشي لواحد المنطق معين، ما كيبقاش عند الكبرانات ديال الجزائر الصلاحيه ديال يتصرفوا فيها هو داك الترجمه اللي كيسكاستر الناس في تيندوف. دونك شنو قالوا لهم؟ لا خصكم تخلصوا عليها لا طاكس، هاد المساعده خصكم تخلصوا عليها طاكس. دونك راها بلوكي، ساشون كو جوج ديال التقارير خرجت من جوج اللجان ديال البرلمان الاوروبي سابقا كتقول بلي الدعم اللي كيمشي من اوروبا للمحتجزين في تيندوف راه كيتم التلاعب فيه من قبل المسؤولين، على راس لاجانت ميليتير الجزائر. وعلى فين هما الناس اللي كتهضر؟ ملي قيس سعيد في تونس حل الجمعيه القضاة، حل شي حاجه المحامين، دخل البرلمانيين الحبس، كلشي تا هو دار بحال هذاك الشيء اللي قال محمد مطر، ولا حد كيهضر عليه. لا غادي تمشي جورجيا ميلوني رئيسه ديال مجلس الوزراء الايطالي في زياره رسميه للجزائر في نفس الظرفيه، باش من بعد غادي نلقاو التسويت. هادشي واضح، هادشي باين. اوروبا اليوم فيها البرد وخصها الغاز، ملي يسخن الحال يمكن نشوفوا ما كاينش شي حاجه. غادي ننتهي بواحد القضيه باش نبقى 15 دقيقه قصدي رشيد ما نفوتهاش. اخر ملاحظه، هو ملي المغرب كنقولوا عنده وضع متقدم، راه ما عندوش وضع متقدم حيت مرحبا، حيت بغاو، لا حيت كيستحق. سي دي نورم
كيخصك الملائمه ديال التشريع عندك مع التشريع الاوروبي، كيخصك الملائمه ديال المؤسسات مع لي نورم اوروبيين، خاصك تكون في لي زانديكاتور في لي زانديس ايكونوميك يكون عندك الرانكينغ في الانفستيسمون في الائتمان في التعامل ديالك مع المؤسسات الدوليه المؤسسات المانحه لي زانفستيسور كلشي خاصك تكون دون لي ريغل دو لار باش غدا تجلس مع البرلمان الاوروبي والاتحاد الاوروبي ويعطيوك هذا الوضع المتقدم ماشي هديه سي با ان كادو مستحق. علاش؟ لان المغرب عنده ما يقدم على مستويات متعدده. دونك المغرب وائم التشريعات الوطنيه ديالو بمنطق الدستور مع التشريعات الدوليه وكيعتبر ان ما تتم المصادقه عليها ونشرها في الجريده الرسميه الا وتسمو عن القانون الوطني. وعندنا واحد الاتفاقيه عجيبه غريبه وانا عندي فيها قصه مع مسؤول هنا في المغرب. كنت كنشتغل على هادشي ديال التجاره بالبشر افكتيفون مع مجلس اوروبا كنديروا فيه دورات تكوينيه واشتغلنا مع الاستاذه مريم جمال الادريسي في 2012 مع المغرب ومع الاردن ودرنا مؤتمرات في مصر وفي الاردن نيت على هادشي ديال التجاره بالبشر وصغنا قانون لمناهضه التجاره بالبشر في المغرب في 2012 ودفعنا عن طريق الفريق الاشتراكي باش يمشي في البرلمان كمقترح قانون باش يمشوا للقانون. بقينا هاك حتى شنو جا التعديل اللي جا في القانون الجنائي في 2016 دخل حيز التنفيذ جوج في العهد ديال السي رميد. شنو هو هذا القانون ديال مناهضه التجاره بالبشر؟ هو بالحرف ماشي بالكلمه بالحرف الكونفونسيون ديال 2005 ديال مجلس اوروبا المتعلقه بمناهضه التجاره بالبشر. 2005 مجلس اوروبا جاب لنا اتفاقيه ديال مناهضه التجاره بالبشر ها هي. كنهضر انا مع واحد المسؤول قلت له واش بلاتي راه عندنا شويه حنايا الامكانيه ديال المصادره راه نقدروا ندوزوا ليها بخلق صندوق يكون عنده الرقابه المنطق ديال الجبر المنطق ديال كذا ومنه نديروا الجبر الضرر للضحايا منه نديروا مراكز ايواء منه نديروا قال لي شتي بدنا كلمه في هذا القانون غدا يجي لنا الاوروبيين يقول لك هذه الكلمه علاش تبدلات كتولي ساويه بزاف يا استاذ. حنا قالوا لنا هكذا حطينا بالحرف وراه درنا لجنه انترمينيستيريال كيترأسها رئيس الحكومه وديك الساعه راهي غتشتغل بجوج. المهم حنا خلينا القانون كامل تبارك الله. هذا القانون نهار طبقوا المغرب تقولوا لا كتعتادي على حريه الصحه.